السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم مستر رشا محروس مدرسة كلمة ثانوية عامة 2026. يلا بينا نكمل بقية حل كتاب الأيزو في المراجعة النهائية، جزء كتاب التدريبات إن شاء الله. وقفنا المرة اللي فاتت عن سؤال 15. نبدأ كده في سؤال 16. بيقول تتأكسد الأمونيا طبقا للمعادلة، ومديني معادلة 4 مول من النشادر زائد 3 مول من غاز الأكسجين، بيديني في النواتج 2 مول من غاز النيتروجين زائد 6 مول من جزيء المية. فهو بيقول لي إذا كانت سرعة تكوين غاز النيتروجين عند حرارة معينة، مديني الرقم ده، فما سرعة اختفاء غاز الأكسجين؟ طيب، السؤال اللي بعده من الفيديو اللي قبله كنا قايلين ان احنا ممكن نعبر كمان عن معدل التفاعل بايه، بعدد المولات على الثانيه. ممكن التركيز على الثانيه، ممكن كمان عدد المولات على الثانيه. اذا النسبه ما بين عدد المولات بتساوي النسبه ما بين السرعات. فانا ممكن اعمل اعمل مقص علشان اجيب المجهول اللي هو سرعه الاختفاء. ازاي؟ انا عندي دلوقتي العلاقه ما بين مين ومين. يعني ايه العلاقه ما بين مين ومين؟ يعني المقارنة، أنا بقارن ما بين غاز النيتروجين وغاز الأكسجين. تمام؟ فدي علاقة ما بينهم. يعني أنا عندي في المتفاعلات 3O2، تمام، بيديني 2 من ال N2. تمام كده. بيقولي سرعة تكوين غاز النيتروجين بيساوي كام؟ 3 والوحدة بتاعته. تمام. فما هي سرعة الاختفاء؟ طب أنزل بإيه هنا؟ أنزل هنا بعدد المولات، وهنا أنزل بعدد المولات. تمام. وأعمل في آخر مقص اللي هو 3 في 3 9 على الاتنين بيديني 4.5. تمام كده يا شباب؟ تمام. إذا دي بتعبر عن إيه؟ دي بتعبر عن سرعة اختفاء غاز الأكسجين. إذا الإجابة السؤال 16 هتبقى إيه؟ هتبقى د. سؤال 17 برضو بنفس الفكرة، بيقولي طبقا للتفاعل ومديني 1 مول من الهيدروجين، بيديني 2 مول من غاز الهيدروجين زائد 1 مول من غاز النيتروجين. تمام. فبيقولي إذا كان معدل الاستهلاك، يعني إيه معدل؟ يعني سرعة اللي إحنا استهلكناه من غاز الهيدروجين بيساوي 2/10، فإن سرعة التكوين بتساوي إيه؟ أنا ممكن قلت لك بعبر عن معدل التفاعل يا إما بالتركيز يا إما بالجرامات يا إما بعدد المولات. فإذا النسبة ما بين المولات بتساوي النسبة ما بين مين؟ ما بين السرعات. يبقى إذا أنا ممكن أعمل مقص عادي علشان أجيب المجهول. اللي هو إيه المجهول؟ هو معدل التكوين. اللي هي إزاي؟ بيقولي أنا عندي 1 مول من الهيدرازين. أول حاجة أنا بحدد أنا بشغلها على كام غاز. أنا شغالة على غازين، اللي هو الهيدرازين والهيدروجين، يبقى ده مش معانا اللي هو النيتروجين. فأنا عندي 1 مول من غاز الهيدروجين يا جماعة، بيديني 2 مول من من غاز الهيدروجين. تمام. تمام. هو بيقول لي معدل استهلاك الهيدروزين 2/10، فده معدل استهلاكه. تمام. فإن معدل تكوينه كام؟ أنزل من هنا بعدد المولات، يبقى هنا أنزل باتنين، وهنا أعبر عن كل واحدة بعدد مولاتها. هنا أنزل بواحد تحت. تمام. تمام. يبقى أضرب مقص 2/10 في 2 على الوحدة، يديني كام؟ هيديني 4/10. إذا الإجابة هتكون الإجابة عندي هتكون ب. تمام كده يا شباب؟ تمام. نيجي للسؤال رقم 18. سؤال 18 بيقولي طبقا للتفاعل عندي اللي هو N2O4 غاز، بيديني ده تفاعل طبعا انعكاسي 2 من ال NO2. انا ماليش دعوه بتفاعل انعكاسي ولا تفاعل تاني. هو بيقول لي اذا تغير التركيز، تغير التركيز من 0.048 ل 0.05933 من ده لده. يعني ده كان مثلا ارمز له باكس 1، وده كان اكس 2. ده كان القديم وده الجديد. في كام؟ في 18 دقيقة. وخلي بالك من ال 18 دقيقة دي، فإن معدل التفاعل، أنا عارفة من القانون إن معدل التفاعل، معدل أي حاجة بيساوي حاجة على الزمن. تمام يا شباب؟ تمام. طب هو هنا الزمن في الاختيارات بإيه؟ هنا ثانية 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 ثانية، وهو عايز هنا مديك بالمينت. يعني ايه بالمينت؟ يعني بالدقيقة. ما ينفعش. اقوم عاملة محولها على طول لثواني. اقوم ضاربة ال 18 اللي عندي في في 60، هيديني هيديني 1080 ثانية. تمام كده. دي أول حاجة أنا أجيبها في المسألة عشان ما اتلخبطش. يبقى أنا بقسم على 1080 ثانية. تمام كده. تمام. طيب هنا بقى معدل التفاعل؟ هل أنا أعبر عنه بعدد المولات ولا بالتركيز ولا
بالجرامات والله. هو مديني معطي كده اللي هو ايه تركيز، يبقى انا اعبر بتركيز. طب انا هاخد التركيز ده ولا هاخد التركيز ده؟ لا، انا هاخد الفرق ما بينهم. ليه باخد الفرق ما بينهم؟ باخد التغيير. تمام. انا ايه, تغيير، يعني انا كنت كده وبقيت كده، بقيت الرقم كنت الرقم ده وبقيت الرقم ده، الفرق ما بينهم هو اللي انا اخده. تمام. هو اصلا القانون اسمه التغيير في التركيز على التغيير في الزمن. فلما اطرح الاتنين من بعض هيديني ايه؟ هيديني كده على الآلة صفر علامة صفر واحد واحد تلاتة. تمام كده. تمام. ده ايه؟ مول لكل لتر. التركيز وحدته مول لكل لتر، وده وحدته الثانية. علشان كده في كل الاختيارات هتلاقي ايه؟ مول مقسوم على اللتر في ثانية. تمام كده. تمام. اعمل كل الكلام ده على الآلة، هيطلع لي طبعا رقم كبير قوي، اللي هو هيطلع لك صفر علامة صفر 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 واحد صفر أربعة ستة. بس طبعا لو انت حولتها باللغة الأسية على الآلة هتطلع لك واحد علامة، اللي هو الاختيار بواحد علامة صفر خمسة في 10 أس سالب إيه؟ في سالب خمسة. الإجابة سؤال 18 هتكون إيه؟ هتكون ب. نيجي للسؤال رقم 19. بيقولي تفاعل 4 من 10 جرام من الكالسيوم تماما تفاعل مع حمض الهيدروكلوريك المخفف اللي هو ال HCl، تمام، في زمن قدره 30 ثانية، فإن معدل التفاعل بوحدة المول على الثانية. بص، هو هنا بيديني ايه؟ هو عايز ايه؟ هو عايز معدل التفاعل برضو بنفس القانون، بس هو عايزه بوحدة ايه؟ عايزه بوحدة المول على الثانية. يعني كأنه بيقول ايه؟ اقسم لي عدد المولات، تمام، على الايه؟ على الزمن. وكمان الزمن الحمد لله هو مديهولي بالثواني. اشوف كده في اللي هو مديهولي، والله هو مديني الزمن الثانيه 30 ثانيه. تمام. انا هنا مش محتاجه ان انا ايه احول، هي كده زي الفل مديالي. طب الكميه، هو مديني 4 من 10 جرام من الايه؟ من المغنيسيوم. بس خلي بالك، هو قالك ايه؟ هو قالك عايز عدد المولات، يبقى انا احول الكتله دي لايه؟ لعدد المولات. ازاي؟ قانون كنا اخذينه في اولى ثانوي، ان عدد المولات بتساوي كتله الماده على الكتلة المولية، اللي هي 4 من 10 على الإيه؟ ال40. طيب هتطلع لي من الآخر إيه؟ هتطلع لي صفر علامة صفر واحد مول. تمام كده. تمام. أنا كده جبت عدد المولات وعندي الثواني، أقسم الاتنين على بعض، يبقى صفر علامة صفر واحد، تمام، على ال30 ثانية. هيديني كام؟ هيديني رقم كبير برضك على الآلة، اللي هو هيديني صفر علامة صفر صفر 3 أصفار، يعني 3 3 3 3. طب أنا إزاي أحولها للصيغة الأسية اللي عندي؟ يا إما أحرك العلامة ل4 خطوات لليمين، يا إما أدوس على في الآلة اللي هي زرار اسمه إيه؟ خلي بالكم من الزرار ده اللي هو ENG. تمام. هتلاقيني جاهزة الصورة الأسية 3 علامة 3 3 في 10 أس سالب 4. تمام كده يا شباب. تمام. يبقى أول ما يقولي عايز معدل التفاعل أشوف الوحدة، عشان انا ممكن يبقى تركيز على الزمن او عدد مولات على الزمن او جرامات على الزمن، فخلي بالكم يا شباب من الايه؟ من الحته دي. سؤال رقم 20 بيقول لي عدد مولات المغنيسيوم المستهلكة بعد مرور 20 ثانية من تفاعله مع حمض الكبريتيك المخفف بسرعة، عايز يقولك بسرعة يعني معدل التفاعل بتاعه 3 جرام على الثانية. طيب هو عايز مني ايه؟ هو عايز عدد مولات المغنيسيوم، وهو مديني ايه؟ مديني معدل او سرعة التفاعل اللي هو 3 جرام على الثانية. يعني في الثانية الواحدة بيستهلك كام جرام؟ 3 جرام. وهو مديني بيقولي بعد مرور 20 ثانية من التفاعل، يعني التفاعل الكلي كتوتال قعد كام؟ قعد 20 ثانية. تمام. تمام. هو عايز بقى ايه؟ هو عايز العدد المولات المستهلكة، يعني بعد لما اخلص ال20 ثانية كله دولت انا استهلكت كام؟ زي ما بقول عامل مقص، او زي ما بقول لك انا في الدقيقة الواحدة انا صرفت 3 جنيه. طيب في ال20 دقيقة أنا كده صرفت كام؟ استهلكت كام؟ تمام. أعمل مقص، يعني 3 في 20. تمام. على الواحد هيديني كام؟ هيديني 60. خلي بالك كله كل الطلاب هيعملوا ايه؟ هيروحوا يختاروا 60. لا، أنا بقول لك ايه؟ 60 ده دي جرامات. أنا بقول لك في الثانية 3 جرام،
يعني في العشرين ثانية كام جرام؟ 60 جرام. طب أنا أعمل إيه؟ هقوم محولها لعدد مولات، أنا عايزة عدد مولات. خلاص، عدد المولات بيساوي إيه؟ كتلة المادة اللي هي ال60 على الكتلة المولية اللي هي إيه؟ للمغنيسيوم مديها لك أهو 24. 60 على 24 فيها كام؟ فيها ال2.5. إذا إيه؟ إذا إجابة السؤال رقم 20 هتبقى جيم. نيجي للسؤال رقم 21، بيقول لي تفاعل 40 جرام من المغنيسيوم مع حمض الكبريتيك المخفف، فإذا علمت إن بعد مرور دقيقة تبقى، خلي بالك من كلمة تبقى دي، 40% منين؟ من كتلته، فما هي سرعة التفاعل؟ هو مديني الكتلة الأصلية اللي بيها المغنيسيوم إيه؟ 40 جرام. تمام. تمام. ومديني الزمن بيقول لي دقيقة واحدة. دقيقة واحدة. تمام. يبقى ايه الدقيقة الواحدة فيها 60؟ الله ينور، 60 ثانية. تمام. تمام. الجملة بقى الخطيرة هنا بيقول لي ايه؟ تبقى 40% من كتلته. احنا في سرعة التفاعل اللي بنحسبه ايه؟ اللي اختفى من التفاعل، اللي هو استهلك، مش اللي تبقى. تمام. بما انه بيقول لي تبقى، تمام، يبقى اللي استهلك كام؟ انا عندي 100% ناقص ده كده التوتال. ال100% ده التوتال التفاعل الكلي، في أكيد تبقى منه 40، يبقى استهلك كام؟ 60. تمام. اطرح اللي هو التوتال 100 ناقص ال40 هيديك في الآخر اللي هو الإيه؟ ال60%. طيب نسبة ال60% اللي عندي دي نسبة أنا عايزة أحولها لإيه؟ هقول بقى، أنا عايزة أحولها لكتلة. طيب، ليه الكتلة؟ هو عايز دلوقتي معدل سرعة التفاعل. احنا قلنا معدل التفاعل ابص في الاختيارات، هو مديني مولات بير سكند او بير مينت. يعني ايه؟ يعني عايز يقولي انا عايز اعبر عن سرعة التفاعل بعدد المولات. اذا انا عايز احول النسبة بتاعتي اللي هي 60% دي لكتلة. طب بعد لما تحولها لكتلة هتحولها ايه؟ احولها لعدد مولات. طب ازاي؟ انا عندي 60 على 100 عشان هي ايه؟ نسبة. طيب اضربها في مين؟ اضربها في كتلة المغنيسيوم الاصلية اللي هي 40 اللي هو مديها لي اهي فوق. تمام. هيطلع لي على الآلة كام؟ هتطلع لي 24 جرام. تمام. تمام. يبقى دي ايه؟ دي الكتلة المستهلكة، كتلة المغنيسيوم المستهلكة. اجيب عدد المولات ازاي؟ قانون اللي في سنة أولى بيقول لك إيه؟ كتلة المادة على الكتلة المولية 24، والكتلة المولية كام؟ مديها لك أهو 24، يبقى كام؟ تبقى 1. سهلة جدا. طب دي 1 مول مقسومة على إيه؟ على السكند ولا على المينت؟ على الثانية ولا على الدقيقة؟ لا، على الدقيقة. ليه؟ لأن هو كاتب لك أهو في السؤال اللي عندك، فإذا علمت إن بعد مرور دقيقة مش ثانية. تمام. يبقى الإجابة دي صح. طيب، ما تستعجلش وتختار جيم بس، لا. هو بيقول لي 1 مول على السكند، لا غلط، دي غلط خالص، لأنها المفروض مقسومة على المينت مش السكند. تمام. طب نيجي الب هنا مور بير سكند، ودي رقم غريب. طب تعالى نحول ايه؟ حول الدقيقة اللي عندك لسكند. طب هتبقى ازاي؟ هقسم الواحد اللي عندي على 60. تمام. اللي هو مش هي طلعت لك 1 مول بير مينت؟ طيب اقسمها على 60 عشان تحولها لإيه؟ لثواني. لما أنا قسمتها على 60 طلعت لي 0 علامة 0، 0.017 مول بير سكند. طبعا هنا في الاختيار نفس الكلام، هنا 0.167. هو هنا بس في خطأ مطبعي، المفروض كان يكتب لك 0.017 عشان تختار الإجابتين ب وج. تمام. لكن لو جات لك في امتحان آخر السنة على الاختيارات دي، لا، يبقى الاختيار ب غلط، يبقى أنا هختار إيه؟ ج بس. لكن هو المفروض هي هنا في طبعا غلطة مطبعية، المفروض تبقى 0.017. هو عايز بس يبين لك الكتاب اللي انت تبص على الاختيارات اول حاجه، ما تتسرعش وتختار اول حاجه اختيار جيم، لا، لازم تشوف كل الاختيارات وتشوف كل التحويلات اللي عندك علشان ايه؟ ما تقعش في الامتحان او حاجه. بس هي الاجابه الاصح يعني هتبقى جيم، لكن هي ايه؟ لو انا حولتها لك لمول على الثانيه هتبقى ايه؟ ب وجيم ينفعوا لو انا بس حطيت صفر بعد العلامه. تمام كده يا شباب؟ نيجي للسؤال رقم 22، بيقولي أنا عندي قطعة من الخرسين كتلتها 200 جرام أضيفت إلى حمض الهيدروكلوريك المخفف، فكان معدل تفاعلها
0,01 مول على الثانية، فإن المتبقي منها بعد 10 ثواني إيه؟ الفكرة هنا بتعتمد على إيه؟ إن إحنا نعرف إحنا كان معانا كام من الأول. تمام كده، كان معانا 200 جرام الكتلة الأصلية من الخرسين. استهلكنا، فعلنا، صرفنا كام؟ تمام. فاتبقى كام؟ هو عايز المتبقي، يعني هنطرح حاجة من حاجة. تمام تمام، نطرح ايه؟ نطرح الأصلي اللي كان معانا من ايه؟ من اللي استهلكناه. يعني عايزة اقول لك ايه؟ عايزة اقول لك ان الأصلي كان بالجرامات، وفي الاختيارات هو عايز المتبقي بالجرامات. إذا الاستهلاك لازم يكون بإيه؟ بالجرامات. طب أنا أجيب اللي احنا استهلكناه إزاي؟ هو أكيد مديني معلومات عن كده. بيقولي معدل تفاعلها في مول على الثانية. مول على الثانية، هو مديني عدد المولات، أقدر أجيب منها عدد الجرامات؟ إزاي؟ هو أول حاجة مديني 1 من 100. تمام. كان كده سرعة تفاعلها، يعني كان استهلاكها، يعني كنا بنسحب من الخرسين دي، كانت كتلتها على بعضها كده 200 جرام. كنا بنفضل نسحب منها بمعدل كده اللي هو 1 من 100 فين؟ في الثانية الواحدة. تمام كده. فبيقول لك بعد مرور 10 ثواني بقالنا كام؟ استهلكنا كام بمعنى أصح، ما قلتلكش اتبقالنا كام، اللي اتبقالنا احنا هنطرحه. لكن هو بيقول لك بعد 10 ثواني كام. أعمل مقص بقى. يعني إيه أعمل مقص؟ يعني أضرب 1 من 100 في 10، هيديني كام؟ هيديني 1 من 10 مول. مول. أنا عايز إيه؟ أنا عايز جرامات. طب أنا أعمل إيه؟ والله أنا عندي الكتلة المولية للخرسين، وعندي عدد المولات. أقدر أجيب كتلة الخرسين؟ ليه؟ لأن عدد المولات بتساوي كتلة الخرسين اللي عندي، تمام، على الإيه؟ الكتلة المولية. يعني من الآخر كده أضرب 65 في إيه؟ في 1 من 10، هيديني كام؟ هيديني 6.5 جرام. كده أنا أقدر أطرح. يبقى أنت بتطرح لازم الأول توحد الوحدات اللي عندك. بمعنى إيه؟ أنا ما ينفعش أطرح مولات من جرامات، ما ينفعش أطرح زمن من دقيقة. لا، لازم أوحد كله وبعد كده أطرح. دي حاجة. هو فكرة السؤال تاني بتقولك إيه؟ بتقولك أنا كان معايا أصل 200، فضلت أسحب منها، أفعلها مع إيه؟ حمض الهيدروكلوريك، ففضلت تتآكل، فتنقص كتلتها حتة في حتة في حتة في حتة بمعدل كده في زمن كده. فإن المتبقي اتبقى لنا كام؟ تمام تمام. فاحنا كده قلنا المتبقي هنطرح الأصلي، تمام، اللي هو 200 عندي من كام؟ من 6.5، اللي احنا حولناها خلاص بالجرامات، اللي هي كتلة الخرسين اللي احنا الايه المستهلكة. هتديني كام في النهاية؟ هتديني 193.5. تمام جرام. يبقى إجابة السؤال هتبقى ايه؟ إجابة السؤال رقم 23، لا 22، هتكون ايه؟ جيم. بصوا كده يا شباب، في السؤال رقم 23 بيقول لي ايه؟ أي التفاعلات التالية اللي بيعبر عنها في الشكل البياني التالي، ومديني كده علاقة ما بين التركيز والزمن بالثانية. طيب، نشوف كده في المحور الأفقي في الزمن، ركز كويس كده. مديني 0.1 0.2 0.3 لحد 0.7. تمام. هنا معنى الكلام ايه؟ ان التفاعل بتاعي ده بيعبر عن تفاعل تام. بمعنى ايه؟ ان التفاعل ده بدأ وخلص، يعني وصل للنهاية في أقل من النص ثانية. وصل عندي كده، ما كملش للنهاية. تمام. يعني اخد وقت قليل قوي. يعني ده تفاعل ايه؟ لحظي. لحظي يعني بيحصل في الفيمتو ثانية بمجرد بس ما المواد تلمس في بعضها. طب تعالوا كده نشوف الاختيارات. الاختيار ألف بيقول لي محلول كلوريد الصوديوم زائد محلول نيترات الايه؟ نيترات الفضة. ده تفاعل ده تفاعل بين ايونات اللي هو الاي جي موجب والسي ال سالب. تمام كده يا شباب. في الكيمياء التفاعلات الأيونية دي تعتبر تفاعلات لحظية، يعني بمجرد ما انت بتخلط المحلولين ببعض، الأيونات دي بتمسك في بعض وبتكون الايه؟ الراسب فورا. ده أسرع نوع من التفاعلات ممكن تقابله. يبقى إذا الاختيار هيكون ايه؟ ألف. طب نيجي لباقي الاختيارات. الاختيار ب ده اللي هو تفاعل حمض الأستيك مع الكحول الإيثيلي.
ده اللي هو تفاعل عضوي، اللي هو بيسمى بالقسطرة. ده بيكون ما بين المركبات التساهمية. التفاعلات العضوية معروفة إن هي بطيئة جدا، عشان طبعا بتحتاج لوقت لكسر الروابط وتكوين روابط جديدة، فهي مستحيل تخلص في في جزء من الثانية. طب نيجي لاختيار ج ودال. دي تفاعل معادن صوديوم ومغنيسيوم، شبه ما قايلين في المسائل اللي فوق، بتاخد 20 ثانية و30 ثانية، لكن مش بتاخد 0.3 والكلام من ده. كده احنا خلصنا الأسئلة دي. نشوفكم إن شاء الله في إن شاء الله في الفيديو اللي جاي إن شاء الله. متنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناة.